يلا نعمل تحلية سهلة وسريعة ومكوناتها كلها في البيت وطعمها حلو جدا. معايا هنا كوباية من المكرونة، اي نوع مكرونة عندك. هبدأ اسلقها في 3 كوبايات من المية بالشكل ده. انا عايزة المكرونة تتسلق سلق كامل، يعني تسيبيها لحد ما تنشف خالص في المية دي بالشكل اللي انت شايفاه ده. اهم حاجة سلق المكرونة عشان الوصفة تنجح معاكي. وفي شفشق الخلاط بقى هنزل بالمكرونة بشوية المية الباقيين فيها كده، وهضيف عليها كوباية من السكر وكوباية الا ربع من النشا وكوبايتين من الحليب بالشكل ده، وابدا اضربهم ناعم خالص، يعني لازم افرمهم فرم كامل. وابدا انزل بيهم في حله كده، واضيف عليهم لتر كمان من الحليب، وابدا اخلط واضيف عليهم معلقه من السمنه البلدي، واضيف عليها ما صورتهاش بس واضيف عليها كيسين من الفانيليا. ولو حابه تحطي جوز هند هيبقى طعمها حلو جدا. وابدا ارفعها على النار تبدا تغلي وتستوي معايا بالشكل ده. وفي صينيه مقاس 30 هبدا انزل بالخليط بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهسيبها على الرخامة أقل حاجة ساعة لحد ما تعمل وش كده ما تبقاش بتلزق. لازم الخطوة ديت عشان تبقى ناجحة معاك. هبدأ أدهنها معلقة من السمنة البلدي برضو بالشكل ده، وأدخلها الفرن على درجة حرارة 200. الفرن شغال فوق وتحت. بتطلع بالجمال ده. ده مكرونة باللبن أو العزيزية الدمياطي. طعمها حلو جدا والوصفة ناجحة إن شاء الله. جربيها وأنا متأكدة إن شاء الله إن هي تعجبك. تطلع قوامها مناسب جدا وشكلها زي ما انت شايفة كده. أهم حاجة ما تنسيش تعملي بلايك وكومنت حلو منك ومتابعة للصفحة.